بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بمشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحة الشخصية للمعلق الرياضي عصام المعلاوي وقناتي على اليوتيوب قناة العالمي. ما تنسوش الاشتراك في القناة قناة العالمي. طبعا اللينك او الرابط هيبقى في اول تعليق من الفيديو. طبعا اتكلمنا سريعا على بعض المجاميع وبعض المجموعات في الدور الاول من بطولة كأس العالم قطر 2022. النهارده هنتكلم على الدور الثاني من بطولة كأس العالم والفرق اللي حصدت صعودها للدور ال 16 وبعض الفرق اللي لسه المجاميع لسه هنشوف بعض المنتخبات اللي لسه ربما تحسم التأهل في الدور القادم من بطولة كأس العالم. عندنا طبعا المجموعة الأولى كانت بتضم هولندا والإكوادور والسنغال وقطر. طبعا هولندا في الماتش الأخير مع الإكوادور اتعادلوا 1-1، انتهى الماتش التعادل الإيجابي 1-1، واستطاع أن فريق منتخب هولندا يحصد على نقطة من اللقاء وفريق الإكوادور نقطة. يبقى فريق الإكوادور عنده 4 نقاط وهولندا عندها 4 نقاط. وطبعا السنغال كان فازت على قطر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد وعندها 3 نقاط. طبعا المباراة القادمة هتبقى بين السنغال وقطر، بين السنغال والإكوادور، وهتبقى مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للإكوادور ومنتخب السنغال. طبعا اللي هيفوز من الاثنين هيتأهل رسميا إلى الدور ال 16 من بطولة كأس العالم. وأيضا مباراة هولندا هتبقى أمام قطر. طبعا قطر أول المنتخبات الراحلين عن كأس العالم 2022، ويلاحقهم منتخب كندا اللي اتهزم من منتخب كرواتيا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. يبقى عندنا المباراة القادمة هتبقى بين هولندا وقطر والسنغال والإكوادور. السنغال والإكوادور هتبقى مباراة في التأهل بالنسبة للمنتخبين. أيضا هولندا لو فازت على قطر هتتأهل. نيجي سريعا كده للمجموعه الثانيه اللي بتضم بولندا والسعوديه والارجنتين والمكسيك. طبعا بولندا استطاعت ان هي تفوز على منتخب السعوديه بهدفين مقابل لا شيء، والسعوديه كان فازت اول مباراه لها على منتخب الارجنتين بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد، وفريق الارجنتين فاز على المكسيك بهدفين مقابل لا شيء. طبعا فريق المكسيك كان عنده نقطه واحده بتعادله مع بولندا، والسعوديه كان عندها 3 نقط والارجنتين عندها 3 نقط. يبقى ترتيب المجموعه عندك منتخب بولندا عنده 4 نقاط والسعوديه 3 نقاط والارجنتين 3 نقاط والمكسيك نقطه وحيده. وطبعا المباراه القادمه هتبقى المنتخب السعوديه والمكسيك. لو المنتخب السعودي استطاع ان هو يفوز على منتخب المكسيك يبقى عنده 4 نقاط، هيبقى عنده 6 نقاط ويصعد الى دور ال 16. ايضا منتخب هولندا المباراه القادمه هتبقى بالنسبه له حياه او موت مع منتخب الارجنتين، ولو فاز يصعد لاول المجموعه منتخب هولندا. نيجي على المجموعه الثالثه اللي بعد الدور الثاني. وطبعا اول فرقه صعدت لدور ال 16 رسميا من مباراتين 6 من 6 هي منتخب فرنسا منتخب الديوك. طبعا اللي فاز على منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد. احرز الهدفين امبابي لاعب منتخب فرنسا ولاعب فريق باريس سان جيرمان. واستراليا استطاعت ان هي تفوز على تونس بهدف لا شيء، ويبقى فرنسا 6 نقاط واستراليا 3 نقاط والدنمارك نقطه وتونس نقطه. نيجي على المجموعه الرابعه واللي هي اللي بتضم كرواتيا والمغرب وبلجيكا وكندا. اول مباراه كانت في المجموعه بين منتخب المغرب وكرواتيا وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وايضا منتخب بلجيكا ومنتخب كندا اللي انتهت بفوز منتخب بلجيكا هدف مقابل لا شيء بعد مباراه مميزه وكبيره جدا من منتخب كندا، وبعد ما ضيع ركله الجزاء اللي استطاع حارس المرمى حارس ريال مدريد وتشيلسي السابق كورتوا ان هو يتصدى لركله الجزاء، واستطاع ان منتخب بلجيكا يفوز على منتخب كندا بهدف لا شيء ويحصد ال3 نقاط. وكان النهارده مباراه بين كرواتيا وبين منتخب كندا، واستطاع منتخب كرواتيا ان هو يفوز على منتخب كندا ب4 أهداف مقابل هدف واحد، واستطاع ان منتخب كرواتيا يبقى عنده 4 نقاط. والمغرب النهارده بنبارك لمنتخب المغرب الشقيق وكل جماهير المغرب وكل دولة المغرب بالفوز النهارده على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. طبعا انا شايف منتخب بلجيكا من اقل المنتخبات في كأس العالم. اني شفت المباراه له مع منتخب المغرب مباراه ضعيفه جدا من منتخب البلجيكا، والمباراه الاولانيه كانت اول مباراه له مع كندا، كان كفريق كندا لعب مباراه ممتازه جدا، لكن سوء الحظ ان هو يكون مع منتخب بلجيكا ويفوز على كندا بهدف مقابل لا شيء.
طبعا بنبارك لكل جماهيرنا المغربيه وكل جماهير المغرب في فوزه على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. المباراه القادمه لمنتخب المغرب مع كندا، وان شاء الله يكسب ويبقى عنده يبقى عنده 7 نقاط ويصعد ان شاء الله لدور ال 16. طبعا المجموعه الخامسه اللي بتضم اسبانيا وكوستاريكا واليابان والمانيا، وطبعا كلنا عرفنا ان اسبانيا كانت فازت اول مباراه على كوستاريكا ب7 اهداف مقابل لا شيء، واليابان كانت فازت على المانيا بهدفين مقابل هدف واحد. وطبعا النهارده كانت في مباراه بين كوستاريكا واليابان، واستطاع فريق كوستاريكا ان هو يفوز بهدف مقابل لا شيء. النهارده في مباراه في تمام الساعه 9 مساء بين اسبانيا والمانيا، مباراه ضرب نار بين منتخبين بيقدموا لنا كوره جميله جدا. طبعا منتخب المانيا ما عندوش ولا نقطه، ومنتخب اسبانيا بالنسبه له لو تعادل او فاز ان شاء الله يبقى بالنسبه له امل كبير ان هو يصعد لدور ال 16. اما فريق المانيا لازم ان هو يفوز النهارده عشان يحط قدم في الصعود لدور ال 16. طبعا المباريات النهارده اللي كانت بتقام في الساعه 12 ظهرا بتوقيت القاهره كانت من منتخب المغرب ومنتخب بلجيكا، واستطاع منتخب المغرب ان هو يفوز على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. المباراة الثانية كانت بين منتخب كوستاريكا ومنتخب اليابان، واستطاع منتخب كوستاريكا ان هو يفوز على اليابان بهدف مقابل لا شيء. طبعا منذ لحظات انتهت مباراة كرواتيا اللي شاهدنا مزيد من الاهداف بين منتخب كرواتيا ومنتخب كندا، واستطاع منتخب كندا اللي بيضم لعيبه كبار جدا زي لوكا مودريتش لعب ريال مدريد، وايضا كوفازيتش لعب تشيلسي، وبعض اللعيبه الكبار النهارده، واستطاع ان هم يفوزوا على كندا اللي منتخب بصراحه قدم كره ممتازه جدا جدا النهارده، وان هو يفوز على منتخب كرواتيا تفوز على منتخب كندا ب4 اهداف مقابل هدف واحد. طبعا هيبتدي في الساعه 9 مساء النهارده مباراة جميلة جدا، وكل الجماهير عشاق الساحرة المستديرة مستنياها النهارده، اللي هي مباراة منتخب اسبانيا بقيادة المدير الفني لويس انريكي. مباراة طبعا النهارده كلنا مستنيينها من منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا اللي هتقام في الساعة 9 مساء. طبعا بشكر واحب اشكر طبعا منتخب المغرب واقول له مليون مبروك النهارده، وان شاء الله نتمنى الصعود لدور ال 16 في كاس العالم. منتخب المغرب النهارده اللي عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا. النهارده طبعا عايز اتكلم في بعد المنتخبات، واتكلمنا على المجاميع كلها، وصلنا لحد المجموعه الخامسه في الدور الثاني من بطوله كاس العالم قطر 2022. النهارده عايز اتكلم كده على النهارده كانت في مباراه في الايجيبشن ليج في كاس مصر في دور الثمانيه. النهارده كانت بين النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب. النهارده كانت مباراه طبعا كانت ضعيفه النهارده جدا، وكانت بعيده عن المستوى المطلوب من النادي الاهلي سواء من نادي المقاولين، واستطاع النهارده كانت المباراة تخرج بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل منهما، ووصلنا إلى أشواط إضافية على 15 دقيقة و15 دقيقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي، ووصلنا لركلات الجزاء، واستطاع أن النادي الأهلي يفوز بركلات الجزاء النهاردة على المقاولين العرب. كان ضيع نادي المقاولين العرب كورتين النهارده من ركله الجزاء، والنهارده استطاع ان النادي الاهلي ان هو يحصد اللقاء ويصعد الى الدور قبل النهائي ليقابل فريق سموحه فريق سموحه في الدور قبل النهائي. وطبعا بالامس النهارده كان في مباراه ايضا لبيراميدز والبنك الاهلي، واستطاع ان بيراميدز يفوز على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ليلاقي فريق نادي الزمالك اللي فاز بالامس على فريق المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء للنجم سيد نمار. هدف روعه على طريقه سالم الدوسري لاعب منتخب السعوديه في مرمى الارجنتين. كل الشكر والتقدير طبعا لمنتخب المغرب وكل جماهير المغرب ودولة المغرب. نتمنى ان شاء الله ان هم يصعدوا لدور ال 16، وايضا منتخب السعودية ومنتخب تونس وكل الفرق العربية ان شاء الله المشاركة في مونديال قطر 2022 طبعا. وكلنا طبعا نتكلم على منتخب ايران اللي عمل مباراة كبيرة جدا مع منتخب ويلز اللي انتهت بالفوز منتخب ايران على فريق منتخب ويلز بهدفين مقابل لا شيء. طبعا المباراة القادمة له مع منتخب امريكا. منتخب امريكا عنده نقطتين من تعادلين مع انجلترا مع ويلز. ان شاء الله منتخب ايران لو فاز على منتخب امريكا يحصد ال6 نقاط ويصل لدور ال16. دي كانت المجاميع اللي احنا اتكلمنا عليها في كاس العالم في قطر 2022. وطبعا اتكلمنا على بعد ترتيب المجموعات وكل الفرق اللي عندها امل للصعود. وبعد المباراه القادمه طبعا هتبقى مباراه بالنسبه للمنتخبات كل المجاميع عندها امل ان هي تصعد باستثناء منتخب قطر ما عندوش ولا نقطه، ومنتخب كندا معظم الفرق عندها
امل ان هي تصعد في دور ال 16 وتصعد لدور ال 16 في بطوله كاس العالم قطر 2022. بس اقدر اقول لك الفرقه اللي حصدت الصعود لدور ال 16 رسميا هي فرنسا بحامله اللقب ب6 نقاط بفوزها على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد، واستراليا بنتيجه 4-1. طبعا ببارك برضو طبعا للمنتخب المغرب فوزوا النهارده على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. كل الشكر طبعا لمنتخب المغرب ودوله المغرب. نتمنى من الفرق العربيه انها تصعد لدور ال 16. ودي كانت المجموعه، واتكلمنا عن النادي الاهلي ونبارك لجماهير النادي الاهلي النهارده. ما تنسوش الاشتراك في قناه العالمي على اليوتيوب، اللينك في اول تعليق من الفيديو. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وتشاهدوا الفيديو على اليوتيوب، وايضا ما تنسوش الاشتراك في القناه. وكان معكم طبعا العالمي على قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.